ارتاحوا فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول عليك السلام عليك السلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام ولولاهم لما سرنا لطيب بروحنا طرنا ولولاهم لما سرنا لطيب بروحنا طرنا ما أسعدنا إذا زرنا بحماهم مع محبينا عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك صلاة عليك صلاة عليك الصلاة عليك السلام عليك صلاة عليك السلام دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا ترى دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا ترى بحق الآل والعشرة تشفع فينا وحمينا عليك الصلاة عليك صلاة
عليك صلاة عليك صلاة عليك صلاة عليك صلاة عليك صلاة عليك صلاة حبيبي هو والله هو علي علي حبيبي هو والله هو علي علي أمير ناهي ما هو الوعاد والقرب والله tes 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 tuh tes satu غيرهم مجون سمات هواك لها عرفوا تحيا وتعيش بها المهج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم مجون هواك لها عرفوا تحيا وتعيش بها المهج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم مجون فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا
دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا خيرا فعلوا على درج الأولياء درجون سماتها وكلها ربوا تحيا وتعيش بها المرام الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم لمجون سماتها وكلها ربوا تعيش بها المرام الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم مجون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. Tes. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salah kulli hal wa anna Allah yaghfiru dzunub wa yudhilul qulub wa yakshiful qurub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum bi kulli halin wa fil ahli wal mal wal iyal wa yaghfir lana wa lakum wa liwalidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa anna Allah tawallana bi wilayatihi ويحفظنا من شر بريته ويغفر لنا تقصيرنا بحقه وبحق نبيه وبحق أزواجنا وبحق والدينا وبحقوق جميع المسلمين ويبارك لنا بأوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن حزيز النقصان إلى أوج المعالي ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويصلح أعراضنا ويطيل أعمارنا مع لطفه وعافيته ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا وعلى كل ما نوى حبيبنا علي بن محمد الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل من تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جارت به بأقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا عليه. نال قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على
على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بحبك واريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي سنين حبيبي محمد ما في زي سنين حب ساكن قلبي يزيد كل سنين جماله ودلاله متغطى بجلاله جماله ودلاله متغطى بجلاله ودقه إقباله تشمه وسنين بحبك وليلة وأتمنى بوصيلة ومريدة يا جد الحسن أنا بحبك وبريدة خدامك ومريدا يا جد الحسن بحبك وبريدا واتمنى وسيلا خدامك ومريدا يا جد الحسن يا أجمل هدية هدية من رب البرية أجمل هدية هدية من رب البرية لكل دنيا دي يا حبيبي يا جد الحسنين بحبك وبريدا واتمنى مرسيلا خدامك ومريدا يا جد الحسن بحبك وبريدا واتمنى مرسيلا خدامك ومريدا يا جد
من نور عيني أنت الغالي علي يا حبيبي يا جد الحسنين أحبك وبريدك وأتمنى مرشدا قدامك ومريدا يا جد الحسنين بحبك وبريدك وأتمنى مرشدا قدامك ومريدا يا جد الحسنين وأنت عينون وليس ترى مثل طلبي الورى بشر ما رد عينون وليس ترى مثل طلبي الورى بالورى بشر خير من فوقه ترى سرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الراس سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى فالمعافى والسقي مساوى قسما بالنجم حين هوى فالمعافى والسقي مساوى بخلع الكونين عاد سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الروح يا سندي يا زمان والله معتمدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية الليلة عندكم عيد يا حبابي يا رسول الله خير البرية يا زائر المصطفى سلم عليه مساوي العمر كله جمد عينيه يا زائرا للباقي سلم عليه مساوي العمر كله جمد عينيه حمزة يا ابو عمارة اسد عليه ابا زهرة رجونا للهاشمية ابا زهرة جدونا للهاشمية الليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية الليلة عندكم يا مولد رسول الله خير البرية لا يا الله بنا براء
سقيمة يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بيدني الأمراض سقيمة لا يا صاحي يا صاح لا تنسى وتنجد وسلم للمقادير كي تحمد وتجعل يا الله بمغرائنا العين الرحيمة تداوي كل ما فيها أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر لا يا الله بنظرات كن فائز وغافر لا يا الله بنظرات ومن أهل السراء لا يا الله بنظرات رجال الله منكم والذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطال لا يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه أمراض سقيمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل
تهليل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بهلعة الكمال وقام بحق الربوبية بموادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح مصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا إلى الشرف الأصلي بودي وحبه ما أتى الأكوان بنسير ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في عالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الغروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بإشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين الله عليه. وإلا فأن تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت آياته في الكون المنشورة وعلى مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عند التشوق إلى سماع أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها، بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى طيبة الفيحاء والقبة الخضراء، وادخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي، على المصطفى الهادي، وافرح بالبشرى. أقول يا سيد السادات جئتك قاصدا، فكن لي شفيعا، فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدر. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا رب. جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة، يا واسع الجود والكرم. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي، شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي، مني إذا أخذوا لقلبي ملوي، إذا أخذوا لقلبي يا حديثي وإلى والشباب بالركب بالركب لعريبوا، أخذوا معه قلبي بل إذا أخذوا لقلبي بل إذا أخذوا لقلبي. وتأدب في حماه ولا تعشق سواه، وتأدب في حماه ولا تعشق سواه، وتأدب في حماه ولا تعشق سواه، وتأدب في حماه ولا تعشق سواه. فهم شفاء لقلبي، فهم شفاء لقلبي. الله انشنا باب الركب بالركب
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حطموا غلب الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا غلب الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم إن تنازعتم أو تخليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله لا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح ونظام واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد عان للقلم أن يغط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والسماء التي هي أحسن السمائل وهنا هسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتتنزه في الهدايا الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور مودع في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول المخلوق برد بالعالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا
ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فافتتح هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصده بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وهم الذي هي في ضهابه الآمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صبع عبد الله فألقاه إلى بدنها ودمر أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، وحمل برعاية الله كما ورد أنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عدلا، حتى مر الشهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروغه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. مجري هدايا بدنيانا مجري هدايا بدنيانا انسي حياتي ونور اماني بذكر طه حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي
مولاي فبالله يا دهر له أتاني زماني بما تضي أتاني زماني بما تضي فبالله يا لولا تنقضي فبالله يا لولا تنقضي ويا ليلة الأنس عودي لنا ويا ليلة الأنس عودي لنا لأن الحبيب علينا رضي لأن الحبيب علينا رضي أتاني زماني بما تضي أتاني زماني بما تضي فبالله يا لولا تنقضي مولاي فبالله يا لولا تنقضي الله وقنا بكأس الهنا شربة ولها من الكأس نور يضيء ولها من الكأس نور يضيء أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا لولا تنقضي مولاي فبالله يا لولا تنقضي ويا رب صل على المصطفى ويا رب صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي مولاي صلاة تدوم ولا تنقضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا لولا تنقضي مولاي فبالله يا لولا تنقضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية
ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود، وابرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. سلام عليك يا رسول، سلام عليك الله يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى
فهزار اليمن غراد واستطابع بجمال فخاف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر الله حيث أوتينا عطاء جمع البخل مؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي لربي كل حمد الله جل يحصره العد الله يرحمنا بوجود المصطفى الذي محمد صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليه يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا رسول الله أهلا بك النبي كان سعد الله وبجاهه يا إلهي جد سبيلي كي به
وسدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Semuanya depan. Nama-namanya Han. Di hadapan kita ada dua anak bayi yang akan diresmikan namanya yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh yai dan neneknya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, yang pertama Muhammad Mahdi bin Renaldi Dewi Syah Putra, dan yang kedua Muhammad Alwi bin Syarafan. Semoga dua anak yang diresmikan namanya akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurhum ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. حق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء.
وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبله بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مكتوى السرة تولى ذلك للشرف إلى الله القدرة. وما بروز إلى هذا العالم يظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائل. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدنا آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إليها فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى باب كسور الروم. قالت ثم ألبسته وجهت فغشيني ظلمة ورعب وكشاررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفل ذلك عني ثم ودني الرعب والظلمة الكشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يأتي بعظيم شرفه إلى مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك ساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم عات الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, kita akan menyaksikan bersama pembacaan surat Al-Fatihah yang pada biasanya dibacakan oleh Al-Habib Almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال، ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يتولنا بولايته ويحفظنا من شر تقصيرنا في حق نبي، حق أزواجنا، حق والدينا، وفي حقوق جميع المسلمين والمسلمات، ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا، وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى الطاعة، ومن حضيض النصل وجه المعالي كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية، ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحح أمراضنا ويطيل أعمارنا مع لطفه وعافيته، سابقتنا خاتمتنا، وعلى كل ما نوى حبيبنا علي بن محمد الحبشي، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أمر يا محيمين يا سلام، سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي متين اكفي شر الظالمين وسلم. الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول،
دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجه الله أما بعد. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para asatidz, wabil khusus bersama kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab, wal Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kaf, wal Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, wal Habib Syauqi bin Itus bin Syihab, wal Habib Umar bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, dan segenap para habaib, para asatidz dan para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir duduk bersama memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita berada di dalam ikhtitam majlis Maulid Isyrin. Salawat dan salam tak lupa pula kita selalu berikan kepada junjungan agung kita, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yakni junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kegiatan kita pada malam hari ini telah bersama kita lewati dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan qasidah burdah lil Imam Al-Busiri, dilanjutkan kembali dengan melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan telah kita bacakan bersama Maulid Simtud Durar lil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga beberapa rangkaian acara yang telah bersama kita lewati tadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan salawat doa yang kita hadiahkan kepada Al-Habibana Mahdi bin Muhammad bin Syihab atas kontribusi besarnya di dalam setiap peringatan ikhtitam Majelis Maulid Isyrin yang pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Akhina Naufal bin Muhammad Ba'bud, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waghfir warham abdakal habib Mahdi bin Muhammad Syihab wajma'na bihi fi jannatika ma sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waghfir warham abdakal habib Mahdi bin Muhammad Syihab wajma'na bihi fi jannatika
مع سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran kathiran kepada akhina Naufal bin Muhammad Ba'bud. Selanjutnya penampilan dari salah satu santri Kampung Sholawat yang pada saat ini sedang di dalam proses penghafalan sholat burdah lil Imam Busiri kepada Muhammad Budi Ar-Rafif bin Budiman Haryadi. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد هتمت والحمد لله في بدء وفي ختم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت ستين
صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Ananda tadi adalah salah satu murid daripada Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar di Kampung Salawat Indralaya, Ogan Ile, Palembang. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan kata sambutan dari pembina Majelis Maulid Isyrin yang pada kesempatan malam hari ini akan dibawakan langsung oleh Fadilatul Habib Umar bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kami hormati para habaib, para tuan-tuan guru, sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab, wal Habib Syauqi Al-Kaf, wal Habib Syauqi bin Syahab, wal Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf, dan terkhusus Al-Habib Al-Mahbub Ali Al-Bin Hamid, dan juga hormat kami untuk penceramah malam ini Al-Akh Sayyid Abdullah bin Ja'far Habsyi dan semua para habaib yang sempat hadir dan juga para hadirin hadirat dan para penyimak acara yang mulia ini. Alhamdulillah, ini adalah malam yang sangat berkenan dan penuh dengan kenangan. Selama 20 malam Yayasan Syifa Al-Mu'minin yang mengasuh Majelis Ar-Rasul Al-Quran mensafarikan mawalid, peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah penutupan dari Maulid Arba'in, dibuka di 13 Ilir di Pondok Pesantren Darul Khidmah dan ditutup malam ini di 13 Ulu di Kampung Al-Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Tentu semua ini berjalan atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para guru, oleh para habaib, para salihin, dan diramaikan oleh syabab, anak-anak yang ingin menjadi saleh di masa mendatangnya. Pasti ada kesan dan pesan di setiap perkumpulan
di malam-malam awal sampai malam terakhir. Yang saya rasakan kesan itu adalah bahwa Maulid Isyrin dihadiri oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh sesepuh-sesepuh, tetua, habaib, orang-orang soleh, walaupun tidak banyak. Lagi-lagi itu adalah Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Haddad, juga Al-Habib Ali Al-bin Hamid. Dan saya yakin para habaib yang syiban-syiban selalu memasang niat untuk menghadiri malam-malam Isyrin. Mungkin karena uzur mereka terhalang untuk hadir, dan tetap Maulid Isyrin ini pasti di dalam pantauan doa-doa mereka. Kesan yang sangat saya terasa bahwa perjalanan Maulid Isyrin di kota Palembang Darussalam bukan di tempat-tempat yang dekat, bukan hanya berjalan di 13 ulu, 14 ulu, 8 ilir, tidak. Maulid Isyrin berjalan di tempat-tempat yang saya seumur hidup baru sekali itulah masuk tempat itu. Kadang-kadang malam untuk menuju ke tempat itu harus pakai Google Map. Untung-untung Google Map-nya jujur, gak nyasarkan. Ya, sampailah di tempat. Dan dipantau juga oleh pasukan Bedulur Galo, BG. Saya bersyukur di Palembang ini ada BG. Kalau tidak ada BG, kesasar Galo gitu dalam pelaksanaan arba'in atau isyrid. BG, Masya Allah, mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang saleh. Jadi perjalanan Maulid Isyrin di tempat-tempat yang tidak masuk akal sebetulnya untuk dihadiri oleh orang-orang tua yang seumur Al-Habib Ali Al-bin Hamid atau rekan-rekannya yang seumur, tidak wajar sebetulnya. Tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau, tetapi beliau dengan mudah untuk menghadiri Maulid Isyrin itu, yang seharusnya jam-jam 9, jam 10 itu dia sudah harus istirahat, tidur, nyenyak, mimpi indah. Tapi pada malam-malam itu dia ada di tempat yang tidak masuk akal bagi saya, sehingga saya secara pribadi dan mungkin lebih lagi khusus panitia mau tidak mau harus hadir, terpacu, terpicu, termotivasi untuk bergabung setiap malamnya. Malu rasanya kalau tidak hadir. Yang hadir itu adalah orang tua Al-Habib Ali Al-bin Hamid. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Bukan sembarangan setiap majelis yang dihadiri oleh orang-orang tua yang saleh-saleh itu sangat menjadi khasiat tersendiri untuk majelis itu dimanapun berada. Majelis apapun itu, kalau dia baik dan dihadiri oleh orang-orang saleh, maka dijamin majelis itu akan semakin harum. Maulid Isyrin dulu kecil, tidak seberapa yang hadir, yang mengikuti perjalanan safari Maulid ini, tapi sekarang diam-diam sudah menarik hati, perhatian dari masyarakat. Sudah banyak orang yang mengenalnya dan berkorban untuk kesuksesan majelis Isyrin ini. Tentu ini adalah doa yang dipanjatkan setiap malam oleh orang-orang tua yang duduk di majelis yang kita duduk sekarang ini. Jadi kalau mau dikata, mau disimpelkan siapa mereka sebenarnya, mereka ini adalah jenderal-jenderalnya akhirat yang duduk di hadapan saudara-saudara ini, ya, di baris terdepan ini, itu jenderal-jenderalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang sembarangan. Oleh sebab itu kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati orang-orang saleh, orang-orang yang tua dari kita. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang kecil
dan tidak menghormati orang-orang yang tua darinya. Jadi inilah pesan dari Maulid Ishrin, bahwa kita harus meningkatkan penghormatan kita kepada orang yang tua dari kita yang kita kenal, terutama orang itu memang berjasa untuk ketenangan hati kita, yang berjasa untuk penambahan ilmu-ilmu kita. Kita wajib hormat dengan mereka. Inilah pesan dari kesan Maulid Ishrin. Hadirin wal hadirat, kemudian penampilan anak cilik dari salah satu warga Kampung Sholawat Indralaya. Sesungguhnya itu belum jadi santri. Bagi saya dia belum jadi santri. Saya belum membuka pesantren sebetulnya di Kampung Sholawat. Saya baru mau membangun tempat ibadat. Saya belum punya pesantren di sana. Saya masih merintis. Sekarang ini ya, setelah 3 bulan libur untuk membangun gubahnya, baru seminggu ini bisa bangun gubahnya. Mudah-mudahan gubahnya jadi gubah yang sebenarnya. Jadi proses pembangunan di Kampung Sholawat ini benar-benar ya harus diperjuangkan khususnya oleh saya sendiri. Oleh sebab itu, dari perkumpulan malam ini mudah-mudahan ada yang bersedia untuk bergabung, berjuang membangun Kampung Sholawat seutuhnya. Dari sinilah kita harus menunjukkan keseriusan kita untuk membangun umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau anak kecil tadi belum jadi santri, itu masih jadi salah satu warga Kampung Sholawat, ya, warga desa Permata Baru yang meramaikan Kampung Sholawat. Ya, kalau santri saya belum mendidik dia sebagai seorang santri, saya belum menyimak hafalan Qur'annya, saya belum mengajari ini dan itunya. Saya baru mengajak dia untuk doyan membaca sholawat, dalam hal ini sholawat burdah. Jadi ya kedepannya kalau Kampung Sholawat itu sudah seutuhnya selesai, terbangun tempat ibadahnya, kemudian baru terbangun bangunan-bangunan seperti pesantren dan lain sebagainya. Paling tidak di tempat yang mulia ini saya berharap doa-doa dari antum sekalian dan juga perhatian-perhatian untuk membangun Kampung Sholawat sehingga bermanfaat untuk kita semua, khususnya warga desa Permata Baru yang saat ini mereka sedang kita bina untuk pendekatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk segenap para donatur, pemerhati yang mensukseskan acara mulia ini, dan juga tak luput saya selalu ingat ya untuk almarhum yang masih membekas jasanya untuk kita semua, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab. Ya, sangat terasa sekali bahwa beliau hadir malam ini, dikirim Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut-nyebut nama beliau, bermohon kepada Allah untuk digabungkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang saya anggap kecil sebagai doa dari kami pengurus Maulid Ishrin, membuat sebuah doa dari malam pertama sampai hari ini. Ya, sudah ribuan kali doa tersebut dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar beliau memantau kita semua dan memohon kepada Allah agar kita bergabung dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih untuk TV Nabawi yang malam ini menyiarkan siaran berkah ini ke pelosok nasional. Mudah-mudahan yang menonton acara ini termotivasi untuk membangun, memeriahkan, mengembangkan di tempat-tempat yang layak untuk dibangun seperti acara yang kita laksanakan ini. Menjadi contohlah Palembang Darussalam ini untuk nasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua al-ijabah wal qabul dan menjadikan kita semua salihin wa salihat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran katsiran kepada Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar yang telah memberikan kata sambutannya tadi. Selanjutnya, marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan nasihat agama, mendengarkan mau'izatul hasanah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh tamu kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi, yang beliau ini merupakan salah satu cucu daripada Al-Habib Alawi bin Syekh Segaf, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi unzila al-Quran Habibir Rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam acara yang mulia, di acara Maulid Ishrin, dan saat ini kita berada di dalam penghujungnya, di dalam penutupan daripada Maulid Ishrin ini, yang mana mudah-mudahan Allah jadikan penutupan ini sebagai miskul khitam, sebagai penutupan yang baik bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yahlat tijarat man lahul bidha'ah yasum. Wahai orang-orang yang membawa dagangan, siapapun yang saat ini membawa niatnya, harapannya, tujuannya, mudah-mudahan makin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang punya hajat-hajat, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, harapan syafaat kita, idola kita, Nabiuna Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan salawat dan salam yang terhaturkan kepada beliau. Amin ya rabbal. Dan tak lupa saya menyampaikan salam ta'zim dan salam hormat kepada segenap para habaib, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadir bersama-sama di antara kita guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar, Al-Habib Ali Ba'alawi, dan juga Al-Habib Syauqi Al-Kaf, Al-Habib Syauqi bin Syahab, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Husain bin Syahab, dan para habaib yang lainnya, serta para guru-guru dan para kiai yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu bagi guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan insyaallah kita selalu mendapatkan berkahnya guru kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Ikhwan rahimakumullah, peringatan Maulid adalah peringatan terkait ekspresi cinta kita tentang sosoknya Nabiuna Muhammad. Bagaimana seseorang ingin menyatakan cinta sedangkan dia jarang untuk menyebut yang ia cintai, sedangkan ia tidak bergelora, tidak bersemangat di dalam menyebut yang ia kasihi. Maka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh para alim ulama, para salaf-salaf kita, para wali-wali kita, bimbingan bagi kita
agar kita kalau ingat sama Nabi Muhammad, kita ingat dengan rasa bahagia dan riang gembira. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ayat yang sering kita baca, ayat yang mana mengkaitkan bahwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hal yang baru, akan tetapi Maulid Nabi ini sudah ada sejak zaman Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka para ahlul kitab yang kami berikan kepada mereka terkait ilmu, mereka mengetahui tentang sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Bahkan di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan Abdullah ibn Salam, salah satu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya adalah seorang rahib, seorang pemuka agama di kalangan kaum Yahudi, dia menyatakan wa ma'rifati bi Muhammad asyad min abna'i, kata dia. Pengetahuanku tentang Nabi Muhammad lebih luar biasa dibandingkan aku tahu tentang anak-anakku, katanya. Dia lebih tahu tentang sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab karena apa? Karena kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, At-Taurah wal Injil menjelaskan dengan detail bagaimana sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi subhanallah, subhanallah, Abdullah ibn Salam adalah salah satu orang yang Allah muliakan, segelintir dari orang-orang yang Allah muliakan dengan keimanan yang bertahan di dalam hatinya, bahwa dia tiap baca Taurat, tiap baca tentang Alkitab, tahu di situ ada ahlak-ahlaknya Rasulullah, tahu di situ ada ceritanya Rasulullah, dia munajat minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur aku agar aku dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah kabulkan. Akhirnya Allah pertemukan Abdullah ibn Salam ini dengan sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bergetar hatinya Abdullah ibn Salam begitu menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau daripada tanda-tanda kenabiannya, Nabi Muhammad annahu wulida bil Madinah wa annahu wulida bi Makkah wa hijratuhu ilal Madinah, dan Nabi Muhammad begitu hijrah ke Madinah, bergetar hati Abdullah ibn Salam menyambut daripada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Islamnya Abdullah ibn Salam ini menggembirakan hatinya Rasulullah. Bagaimana tidak ada dari kalangan Yahudi yang saat ini banyak daripada Yahudi yang zalim, yang saat ini senang menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allahumma mazzikhum kulla mumazzak, mudah-mudahan Allah binasakan daripada mereka, dan mudah-mudahan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, amin ya rabbal. Tapi subhanallah, subhanallah, Abdullah ibn Salam begitu masuk ke dalam agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat riang gembira, bahkan menyuruh Abdullah bin Salam ini untuk datang ke rumah Rasulullah. Dan Abdullah bin Salam ini menyatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin mendakwahi daripada orang-orang Yahudi ini agar mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam? Baiklah, kata Rasulullah SAW. Bagaimana ya Abdullah? Kalau gitu ya Rasulullah, engkau panggil aku ke rumahmu dan biarkan aku sembunyi, katanya. Aku sembunyi aja di belakang kamar, katanya. Engkau panggil itu pemuka-pemuka orang Yahudi, katanya. Panggil dan tanyakan apakah mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya subhanallah dipanggil sama Rasulullah pemuka Yahudi, tapi Abdullah bin Salam nih, kalau bahasa kita orang Palembang, disingit ke sama Nabi Muhammad di belakang. Suruh dengar daripada ungkapannya orang Yahudi.
Disampaikan oleh Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, apakah engkau ini ingin masuk ke dalam agama Islam? Kata dia. Lah, kata dianya, kita nggak bakal masuk ke dalam agama Islam, kata dia. Kita sudah ada petunjuk dari Musa ibn Imran, kata dianya. Nggak perlu lagi kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Maka Rasulullah menanyakan, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana kalau di antara teman kalian, pemuka kalian, Abdullah ibn Salam itu sudah masuk ke dalam agama Islam? Wah, nggak mungkin, kata dia. Dia itu orang yang paling baik di antara kita. Dia nggak mungkin masuk ke dalam agama Islam. Dia orang paling alim tentang agama kita, kata. Akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ukhruj ya Abdullah, kata. Keluarlah wahai Abdullah bin Salam. Begitu keluar kaget ini orang-orang Yahudi. Kaget, mereka nggak mau ngakuin kalau seandainya Abdullah bin Salam ini telah masuk ke dalam. Bahkan mereka mendustakan daripada Abdullah bin Salam ini. Karena apa? Karena telah masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah nyatakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mereka ragu, mereka nggak sampai keimanan mereka, kekuatan keimanan nggak masuk ke dalam hati mereka untuk mengakui sosoknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui di antara komponen-komponen yang ada di dalam buku Maulid, di antaranya adalah penjelasan mengenai irhasat. Apa irhasat? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau menyampaikan, waqad taqaddamat min qabli nubuwatihi irhasat. Sudah datang terhadap sebelum kenabiannya Rasulullah ini irhasat, yaitu adalah perkara yang teramat luar biasa yang Allah tunjukkan kepada seorang nabi, tapi dia belum diutus menjadi seorang nabi. Wa ma'adzuhuriha wa intisyariha hiya agwal alamat. Ini kalau disebarkan, kata Habib Ali, apa? Menjadi hal yang sangat kuat, ya. Saida bihal sadiquna minal mu'minin. Kalau orang-orang yang beriman bakal senang dengar tentang irhasat ini. Tapi kalau orang-orang yang nggak senang, apa? Wasyaqiya bihal mukadzibuna minal munafiqina wal kafirin. Nggak suka orang-orang yang nggak punya keimanan, nggak suka dengar begitu. Makanya alhamdulillah antum ada di dalam perkumpulan ini, insya Allah sebagai orang yang aman di dunia dan di akhirat. Wa talaqaha bitaslimi wa ta'zim kullu dzi qalbin salim. Orang-orang yang punya hati yang mulia ini mau nerima cerita tentang maulidnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu. Bagaimana tidak, seandainya kita kaji apa yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang fenomena kelahiran Nabi Musa alaihissalam, nabinya kaum Yahudi. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai ibu Musa, waktu lahir Nabi Musa alaihissalam ini, orang-orang daripada tentara Fir'aun lagi sibuk disuruh agresi militer, suruh muterin kota Mesir. Kalau seandainya ada bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, diapa ke? Hah? Disembelih di hadapan bapak dan ibunya. Tapi subhanallah, ibunya Musa ini ketakutan. Dia munajat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ilham kepada ibu Musa, apa? Kalau kau takut, maka apa? Susuilah bayi ini. Kemudian apa? Fa'alqihi fil yam. Ceburkan ke sungai, katanya. Ceburkan ke. Kalau kita ini yang di depan ini ada apa? Sungai apa kita nih? Sungai Musi, ya. Kira-kira besar tak Sungai Musi nih? Besar tak? Kalau yang nganyut tongkang ketahuan tak kira-kira? Ketahuan. Ini yang nganyut kardus Indomie kira-kira ketahuan tak? Tak ketahuan. Bayi pulo, bukan ketek. Kalau ketek pacak tahu wong dia tak? Ini bayi dalam dus nah. Tapi Allah nyatakan apa? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu
minal mursalin. Kami balik ke kata Allah Subhanahu wa taala. Balik Musa utuh selamat. Malahan dos tersebut sampai ke mana? Sampai ke istananya ke ujung pongkol musuhnya nian. Tidak disembelih juga, subhanallah. Dirawat sama Fir'aun, dibalikkan sama ibunya utuh. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami bakal jadikan dia dari sebagian para nabi. Dan ini fenomena maulidnya siapa? Maulidnya Nabi. Allah kisahkan di dalam bagaimana maulid. Wa inna Rasulullah min ghairi miryati imamun alal itlaqi fi kulli hadrati. Bagaimana maulid seseorang yang dia adalah imam mutlak di dalam setiap keadaan Nabiuna Muhammad. Sedangkan para nabi-nabi dalam qasidah burdah disampaikan, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha taqdima makhdumin ala khadami sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi mereka berebut apa? Menjadi hadamnya Rasulullah. Nabi berebut jadi hadamnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kelahirannya fenomena di atas fenomena nabi-nabi yang lainnya. Maka tadi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komponen-komponen yang ada di dalam maulid diantaranya adalah irhasat, cerita sebelum daripada diutus menjadi nabi, keanehan-keanehan yang teramat luar biasa, akan tetapi menguatkan daripada hati-hati orang yang beriman. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah jadikan hati kita selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibus Simtud Durar, beliau mengungkapkan masyi kama majma'al maulid yujallil kurub dawagat aubatik ya syarid idza bata ubda wagat taubatik ya asi idza bata tubda jama' la syakbuh tughfar jami'ud dzunub. Tidak ada perkumpulan yang sebagaimana perkumpulan maulid dapat mengusir daripada kesialan. Jadi yang hadir di sini, yang lagi susah mudah-mudahan pulang dalam keadaan senang. Yang berasa dagangan yang nggak laku mudah-mudahan pulang dari sini jadi orang tajir. Yang kesini ya Allah belum dapat jodoh mudah-mudahan pulang dalam keadaan diberkahi. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan pulang dari sini diberikan keturunan. Ya, yang lagi susah kurang bahagia pulang dari majelis ini mudah-mudahan dalam keadaan bahagia dunia akhirat. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktu kalau kau ingin kembali kepada Tuhanmu. Kalau orang yang udah pergi jauh nggak pernah ke majelis, ini solusinya. Ajak teman, ajak saudara, ajak siapapun untuk pergi ke majelis seperti ini. Kalau seandainya dia belum pernah pergi ke majelis, ajak ke majelis seperti ini. Insya Allah menjadi orang yang soleh dunia akhirat. Zawagat taubatik ya asi idza batatub. Di majelis seperti inilah kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita semuanya. Za jama' la syakbuh tughfar jami'ud dzunub. Perkumpulan yang seperti ini mudah-mudahan tidak diragukan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya ghafiradz dzunub ighfir dzunubana. Mudah-mudahan perkumpulan yang seperti ini Allah ampuni daripada dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan ya mufarrijul kurub farrij karbana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala solusi terhadap segala kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala kesulitan kita. Wa farrij karba ikhwanana fi Palestin, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan segala kesulitan terhadap saudara-saudara kami yang di Palestina. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mari kita mengangkat tangan kita doakan saudara kita yang di Palestina, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serukan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, kita mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita yang di Palestina, dan mudah-mudahan Allah hancurkan Yahudi yang zalim, para Zionis, Allah hancurkan dari atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan nama ya Allah, 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 ya Dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi dan hajat ukhrawi. Dan kepada para panitia Maulid Ishrin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan dunia akhirat. Dan barang siapa yang ikut berpartisipasi di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh khabar min Abi Bakar As-Siddiq, ambil kabar daripada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kalimat ini dinukil di dalam kitab An-Ni'matul Kubra alal alam, disebutkan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendampingku kelak di surga. Maka orang-orang yang telah menyumbang hartanya, yang telah ikut berpartisipasi, yang ikut meramaikan, yang ikut bernasyidah, yang ikut membaca daripada maulid, maka insya Allah menjadi rufaqa'nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menjadi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan para hadirat, dan juga kepada guru mulia saya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Munawwar, Habib Umar bin Muhammad Al Munawwar, yang mana mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu buat beliau, dan para ahli khidmah juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu. Wa ma kuntu illa imtithal amr wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menutup acara ini
seperti biasa kita di akhir-akhir malam-malam Ishrin kita membaca doa untuk keselamatan, kemenangan saudara kita di Palestina yang sudah memiliki lembaran ini. Silakan dibuka. Saya membaca, semuanya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين وارحم جميع المسلمين وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين ارحم صغار المؤمنين وبفاطمة بنت الرسول وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين وبالحسن ثم الحسين سالكت بيد الظالمين سالكت بيد الظالمين بهم يا ربنا بهم يا ربنا سالك ترد حقنا سالك ترد حقنا وما أضعنا من بلاد وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين آمين يا الله 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 آمين يا رب العالمين. Fatihah Syifa untuk Al-Ustaz Muhammad bin Ahmad bin Hasan Falaq wal Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Agil Munawwar wa Sayyid Anis bin Ali bin Shahab wa Muhammad Riza bin Taufiq At-Tamimi. Allah yashfihim shifaan tamman shifaan la yughadir saqman wala alama ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس آني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك وإيماني وفكون أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن جسمان